السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نخلي مع بعض الليمون الاخضر اللي موجود في اليومين دول، هو نصه اخضر ونصه اصفر كده، بطريقة سهلة جدا وخلولك طعمه جميل جدا ومفهوش اي مرارة. معانا هنا الليمون هنسلقه، دول حوالي 2 كيلو ليمون، هنسلقهم كويس جدا. بعد ما هنسلقه هنقعد نغير عليه المية لمدة يومين، يعني هنسيبه يومين في اليوم، هنحاول هنغير له المية 3 مرات. ندلق المية ونحط عليه مية تانية ونسيبه. بعد اليومين هنصفيه من المية وهنحطه في طبق زي ما احنا شايفين. هنضيف عليه معلقة ملح خشن، معلقة سكر، ومعلقة هريسة كبيرة. هننطقه كويس ونقلبه كويس مع الملح والسكر والهريسة. وهنجيب معانا البرطمانات بتاعتنا. الليمون هنبصه في البرطمان، يا ريت ندوس عليه نضغط عليه كويس، عايزين نزنقه في البرطمان عشان يطلع معانا حلو. معانا قرن فلفل حار مقطعه قطع، هنضيفه في البرطمانات. وهنضيف بعد كده على كل برطمان معلقه زيت كبيره. هنجيب بقى الطبق اللي كنا عاملين فيه الليمون، مطرح الملح والحاجه اللي فيه، هنضيف ميه هتغلي وهنسيبها تبرد. اهم حاجه تكون ميه مغليه ونسيبها تبرد عشان تحافظ معانا على الليمون بتاعنا. بعد ما الميه تبرد هناخد مقدار اللي هنغطي بيه الليمون وهنضيف فيه معلقتين ملح خشن، هندوبهم كويس جدا وهنضيفهم على البرطمانات بتاعتنا لحد ما نغطي الليمون كله. معلقتين ملح خشن بس كده، وهنقفله كويس وهنسيبه لحد ما يستوي. هيستوي معاكي في حوالي اسبوع. تاكلي منه، طعمه جميل جدا وهيعجبكم جدا. جربوه وقولوا لي رايكم. لو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل.